بسم الله وتكلنا عليك يا الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذوق وبنا. اليوم في الكوزينه راح نحضر لكم خبزه قطايف في المقله. تفضلوا معايا. راح نحضروا العقده هي الاولى. نديروا 2 عبار تاع الكاوكاو محمص، نضيفوا له نص عبار تاع سكر، قرفه، نضيفوا 2 مغارف كبار مارغرين ذايبه والماء زهر. اذا كان كاين مبشور ليمون نضيفوه. نروحوا نخدموا 500 غرام نتاع قطايف، ندهنوهم بعبر نتاع لا مارغرين ذايبه ونشمخوهم بشويه ماء زهر. نسخنوا المقله نتاعنا ونعملوا فيها شويه مارغرين. نديروا الطبقه الاولى تاع القطايف ومن بعد راح نديروا الطبقه الثانيه نتاع العقده. شوفوا هذا هو القوام نتاع العقده. نضيفوا الطبقه الثانيه تاع العقده ونزيدوا نضيفوا الطبقه الثالثه تاع القطايف نغطوا بها العقده. نغلقوا مليح الخبزه نتاعنا ونسقموها مليح بالمغرف كيما راكم تشوفوا في الفيديو. خلوها طيب حتى تبدا هكا تبوجي لنا. كي تبدا تبوجي في المقله الخبزه نجيبوا طبسي بلا ونقلبوها كيما راكم تشوفوا. نحمروها مليح في الجوايه في زوج. كل خطره نقلبوا هذيك الخبزه حتى تتحمر لنا مليح. ولهنا تحمرت الخبزه تاع القطايف ما شاء الله. نوجد الحسيله اللي راح نعسلها بها. ندير مقدار ونص نتاع العسل، عسل المرجان. ندير له ترونش تاع قارص ونخليه يسخن مليح. الخبزه تاع القطايف تاعنا هذه هي راهي وجدت ما شاء الله. ندوروها في كامل الجوايه ونحمروها مليح ومن بعد رايحين نقسموها. بعد ما طابت نقسموها دي لوزونج ولا دي كاري كيما تبغوا خياتي. بعد ما نقسموها رايحين نشربوها بالعسل، رايحين نفرغوا عليها العسل. خلوها تتشرب مليح هذاك العسل كامل ومن بعد نضيفوا لها حبات تاع اللوز ولا حبات تاع كاوكاو ولا تزيين عندكم الخيار. فوالا نكمل لها كامل هذاك العسل راح كاع تشربوا. وبعد ما شربت كامل هذاك العسل ضفت لها شويه تاع كاوكاو مرحي. القطايف بهذه الطريقه يخرجوا ما شاء الله. طريقه سهله التحضير، تقدروا تحضروها في رمضان ان شاء الله الى طالت الاعمار. نسال الله ان يبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين. هذه كانت وصفه القطايف لنهار اليوم، خبزه قطايف في المقله. نتمنى انها تنال اعجابكم انكم تجربوها. حضروها لافراد العائله ولا لضيوفكم، اكيد راح تعجبهم. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في رواحكم بزاف. في امان الله وحفظه. مع السلامه.